السيد الرئيس، ما يخص الأولويات المطروحة على طاولة اجتماعنا هذا، اسمحوا لي بالتطرق إلى النقاط التالية. أولا، تجدد الجزائر الدعوة إلى معالجة عاجلة لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية والأكثر فقرا من خلال مقاربة تتضمن مسح جانب منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية في هذه الدول، مع مراعاة ضرورة تصحيح التعقيدات التقنية لمسألة تقييم المخاطر من خلال إصلاحات عميقة تسمح بإيجاد مخرج للدول التي تئن تحت وطأة الديون السيادية. ثانيا، تضم الجزائر صوتها إلى أصوات الدول الداعية إلى إصلاح المنظمات المالية الدولية ضمن مقاربة حوكمة اقتصادية ومالية راشدة من خلال مراجعة آليات اتخاذ القرار بشكل يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا وشفافا للدول النامية والقارة الإفريقية في هيئات تسيير هذه المؤسسات. ثالثا، إن الجزائر التي ما فتئت ترافع من أجل تعبئة التمويلات